واش سمعتي أن أمريكا رسميا صفعات الجزائر قدام العالم وفي نفس الوقت أعطت للمغرب امتيازات خطيرة؟ واش عارفين شنو لقات إسبانيا في سبتة ومليلية وخلاها تدخل في دوخة كبيرة وتخاف من المغرب؟ بقاو معايا حيت اللي غادي نكشفوا لكم اليوم ماشي مجرد أخبار، بل حقائق غادي تقلب الموازين في المنطقة كلها. الموضوع ديال اليوم سخون بزاف وغادي يمس المغرب، الجزائر، إسبانيا وحتى أمريكا. خليو راسكم معانا حيث غادي نكشفوا حقائق اول مره غادي تسمعوها، وغنهضروا على ديال 6 ديال المواضيع. الموضوع الاول الفيفا والرباط، الموضوع الثاني السفير الامريكي الجديد ومهمه الداخله، الموضوع الثالث الفضيحة الإسبانية والكاميرات الصينية، الموضوع الرابع التروبيك والمعادن النادرة، الموضوع الخامس الصفعة الأمريكية للجزائر، والموضوع السادس رودولف سعادة والضربة القاضية للمرادية الجزائرية. في البداية غادي نهضروا على خبر مهم بزاف اللي هو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر أن المكتب الإفريقي الإقليمي غادي يكون في الرباط، وهذا المكتب هو المخاطب الوحيد بالنسبة ل 54 اتحاد إفريقي، بمعنى أي رئيس اتحاد حتى رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي إلا بغى يتواصل مع الفيفا خاصو يمر عبر الرباط. هذه خطوة كبيرة كتأكد أن المغرب ولا هو البوابة الرسمية لإفريقيا في الميدان الرياضي، وهذا الشيء كيحط الجزائر في موقف محرج بزاف. السفير الأمريكي الجديد للمغرب عنده مهمة أساسية اللي هي متابعة إنشاء القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة، واللي كان جزء من الاتفاق التاريخي سنة 2020 بين المغرب وأمريكا. وجود هذا السفير كيعني أن واشنطن ما نساتش الالتزامات ديالها، وأن المغرب باقي كيكسب الدعم ديالو القوي في القضية الوطنية ديالو. وإسبانيا مؤخرا تفضح أن سبتة ومليلية مجهزتين بكاميرات مراقبة صينية من 2021، والكاميرات هذه ممنوعة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا لأنها كتستعمل في مراقبة الأقليات وانتهاك حقوق الإنسان. الكاميرات كتسكان الوجه والعين، كتربط مباشرة بقواعد بيانات عالمية، بمعنى كتجمع معلومات حساسة على المواطنين. إسبانيا اليوم كتحاول تبرر هذا الموقف، لكن الخوف الكبير عندها هو أن هذه الكاميرات تكون كتنقل معلومات حساسة للصين وربما حتى للمغرب بسبب التعاون الصيني المغربي. هذه النقطة اللي مخليها إسبانيا متوترة بزاف. منطقة التروبيك الغنية بالمعادن النادرة داخل المياه المغربية، هذه المعادن ضرورية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والمغرب غادي يستضيف أكبر مصنع صيني للبطاريات في إفريقيا، بمعنى أن المغرب غادي يكون لاعب عالمي في مجال السيارات الخضراء. بينما إسبانيا كتخاف تخسر المنافسة قدام الرباط. واليوم 5 غش 2025 وقع حدث مهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلب الجزائر بتخفيض الرسوم الجمركية، بينما قبل نفس الطلب من الأردن وتونس ليبيا والعراق. الأردن من 20% نزلوها حتى ل 15%، تونس من 28% حتى ل 25%، ليبيا من 21% حتى ل 30%، العراق من 39% حتى ل 35%، وغير الجزائر اللي بقات مجمدة في 30%. بل واشنطن هددت الجزائر أنها غادي ترفعها حتى ل 45%. هذه رسالة واضحة، أمريكا ما بغاتش حوار اقتصادي مع الجزائر، في حين المغرب كيستافد من أدنى نسبة رسوم جمركية حتى ل 10% بحال دول الخليج ومصر. رودولف سعادة الملياردير الفرنسي اللبناني اللي قبل شهور هذه استقبلوا تبون في المرادية وكان شوية يبوس ليه يديه، قرر اليوم يستثمر 20 مليار دولار في أمريكا وغادي يخلق 10,000 منصب شغل. عوض ما يستثمر في الجزائر، ترامب استقبلوا في البيت الأبيض وشكروا قدام الإعلام. هذه الخطوة ماشي غير اقتصادية بل سياسية، رسالة للعالم أن المستثمرين الكبار ما بقاتش عندهم الثقة في الجزائر، يعني النظام الجزائري البئيس، بينما المغرب يجذب الاستثمارات بلا ابتزاز ولا شونطاج. الخاتمة، اليوم شفنا كيفاش المغرب كيربح مواقع جديدة في الميادين الرياضية الدبلوماسية والاقتصادية، بينما الجزائر كتلقى الأبواب مسدودة واحدة تلو الأخرى. وشفنا كيفاش إسبانيا عايشة توتر كبير بسبب التروبيك والكاميرات الصينية. الدرس واضح، المغرب كيمشي بخطوات ثابتة لقدام، مدعوم من قوى
كبرى، بينما الخصوم ديالو غارقين في الأزمات والتخبطات السياسية والاقتصادية للأسف اللي كتأذي غير الشعوب ديالهم. وما تنساوش دعمونا باللايك البارطاج باش يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن، وبالخصوص للشعوب اللي مازال في سبات عميق ديال الدببة القطبية. خليو لنا رأيكم في التعليقات. شنو كتشوفوا في المستقبل القريب بالنسبة للعلاقات المغربية الأمريكية والإسبانية؟ وماذا عن الجار اللي حاير وما فيه خير؟ السلام عليكم ورحمة الله.